بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهارده بقى هنعمل لكم الحلويات القمر دي بأبسط ان شاء الله مقادير. وان شاء الله هتلاقوها في كل البيت ان شاء الله بإذن الله. بسم الله، هنسمي بسم الله. اول حاجة عندنا هنا بيضتين ورشة فانيليا سايلة انا حطاهم معاها. هنحطها اهي زي ما انتوا شايفين كده، معاها رشة فانيليا يا جماعة اللي هي السايلة دي، بتخلي الريحة حلوة وجميلة. وبعد كده هنحط معلقة سكر كبيرة ورشة ملح، وهنقلب كل ده مع بعضه لحد السكر ما يدوب خالص مع البيض. وبعد كده هننزل بعندنا هنا كوباية ونص لبن، ونحط معلقة خل كبيرة، دي معلقة الخل الكبيرة. وبعد كده هنبدأ نقلب ونحط اللبن علشان السكر بقى يبدأ كله يدوب مع بعضيه. عندي زي ما قلت لكم كده كوباية ونص لبن، وعندي معلقة زيت، ديت معلقتين كده زيت، قلبتهم كلهم مع بعض كده. وهننزل باللبن زي ما قلت لكم اهو. اللبن يا جماعة هيتحط واحدة واحدة كده علشان القوام يتقل معايا. كل ما بتنزلي باللبن كل ما القوام بيتقل معاكي. وبعد كده هنحط هنا عندنا برضو كوباية ونص دقيق، عليها معلقة كبيرة بيكنج باودر، هنحطهم على بعض ونقلب علشان البيكنج باودر يتوزع كله في الدقيق. وبعد كده هنبدأ ننزله على الخليط السائل ونقلب زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة بمضرب سلك، ده بيسهل علينا علشان الخليط كله يبقى سمك واحد وما يكلكعش مننا، وبيتقلب معانا بكل سهولة كده. خلاص انا خلصت كل ده القوام بتاعه يا جماعة. هنا عندي موز اللي هو البلدي المستوي. في ناس بتهرسه بس انا ما بفضلش ان انا اهرسه، علشان انا بحب ان هو يطلع في البانكيك واحنا بناكله كده. فانا مش عايزاه مهروس، انا عايزاه سليم، وبحطه في الخليط كده علشان وانا بسوي البانكيك يطلع معايا سليمة ومش مهروسة. زي ما انتوا شايفين كده هو ده قوام البانكيك، عامل زي الكيك كده. عندي ديت طاسة ألمونيا، حطيت معلقة نقطة زيت واحدة ووزعتها بالفرشة. وبعد كده هنحطها على البوتاجاز ونبدأ نسوي مع بعض يا جماعة. بحط كبشة واحدة بس اهو زي ما انتوا شايفين، وبحاول اداري احط يعني عجينة كده على الموز نفسه علشان ما يتلسحش مني من الطاسة. وبعد كده بجيب غطا غطيها علشان الوش يستوي معايا وانا بقلب ما يطلعش عجينة من الاطراف. هنقلب مع بعض دلوقتي ونشوف السوا بتاعه عامل ايه. اهو يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، واستوى من الوش زي ما انتوا شايفين كأنها قطايف، بس طبعا القطايف احنا ما بنقلبهاش على الوش التاني. شايفين المنظر الجميل يا جماعة؟ شايفين اللون؟ هو ده اللون المطلوب اللي انا عايزاه. هبدأ اعمل كل الكمية معاكم، وبرضو بغطيها علشان الجنب التاني يستوي. وهوريكم دلوقتي اهو يا جماعة، شايفين اللون كده استوى من هنا ومن هنا. هبدأ اعمل لكم واحدة تانية، وهقول لكم على فكرة كده ان هي ممكن تطلع منكم طرية. هي الاولانية برضو طلعت طرية، بس يعني لو طلعت منكم ناشفة تعملوا ايه؟ هتغطوها زي كده وتحطوا معلقة مية. بعد ما تمسك نفسها كده يا جماعة تحطوا معلقة المية، ما ينفعش تحطوها وهي لسه عجينة، لازم تمسك نفسها وبعد كده تحطوها معلقة المية. جبت انا جريل برضو، قلت اللي ما عندوش طاسة وعنده حابب يحط في جريل علشان برضو تدينا تمويجة بتاع الجريل كده، برضو شكل كده الاطفال برضو بتحب الاشكال دي. فجبت جريل عندي وبرضو دهنتها دهنة زيت خفيفة. وبعد كده صبيت برضو زي المقاس اللي انا عايزاه، وحطيت هنا بعد شوية معلقة المية اللي انا قلتلكوا عليها وغطيتها بغطا، وادتني اللون ده. وقلبتها الناحية التانية علشان تديني اللون الذهبي اللي انا حباه. طبعا حكاية اللون دي يا جماعة انتوا عايزينها غامقة فاتحة، دي على حسب انتوا عايزينها ازاي.
فانا قلبتها على الناحية التانية علشان تديني لون ذهبي اقوى من كده. وعلى فكرة يا جماعة النار بتكون على نار هادية علشان ما تتلسحش مني وبعد كده تبقى نية من جوه. لازم النار هادية علشان تستوي من الجنبين. كده خلاص استوت من فوق ومن تحت اهيت. هبدأ اعمل انا كل الكمية وارجع لكم تاني علشان الفيديو ما يطولش عليكم. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الطراوة بتاعتها يا جماعة عاملة ازاي؟ وشايفين اهو يا جماعة، نقطع لكم واحدة. شايفين بقى الموزة؟ هو ده المقصود، ان الموزة تطلع كده وانت بتاكلي تحسي بطعم الموز وانت بتاكليه. وشايفين كوباية ونص عملت لي مقدار قد ايه يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. والتقديم بتاعها حطيت رشة سكر، ممكن عندك صوص شوكليت. التقديم ده على ذوقك وعلى حسب ولادك بياكلوا ازاي. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. عايزه لايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.